السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل sweet and sour chicken noodles. بجد طعمها خطير والفراخ بتبقى لسه مقرمشة. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، وانا هنا كنت مستخدمة الفراخ اللي انا كنت متبلاها، فهسيب لكم اللينك بتاعها برضو في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ ان احنا نعمل الصوص اللي احنا هنستخدمه. كان عندي هنا كاتشب، خل، وصويا صوص، حوالي نص كوباية سكر. انا استخدمت ميكس بني مع ابيض، بس برضو دي ترجع لكم، ممكن تستخدموا ابيض بس، ممكن تستخدموا بني بس، وممكن تستخدموا اقل من نص كوبايه، يعني براحتكم. ودي ممكن تلعبوا فيها انتوا، شوفوا ذوقكم ايه. كمان زودت هوت صوص وحوالي 3 فصوص او 4 فصوص توم مفرومين، وهنزل النشا بتاعتي وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي. هسيبهم على جنب. وادي الفراخ بتاعتي اللي انا كنت مفرزاها وسبتها تفك. هغطيها بس بالنشا كده وهنزلها في الزيت على طول. يعني ناخد بالنا ان احنا اول ما نغطيها بالنشا ما نسيبهاش كتير، احنا اول ما نغطيها ننزلها في الزيت على طول. كنت مجهزة الخضار بتاعي اللي انا هستخدمه، اللي هو فلفل الوان وبصل وجزر وكرنب، مقطعهم شرايح طويلة كده رفيعة، وهقلبهم بقى بمعلقة زيت كده على النار لغاية ما يبتدي الخضار يدبل شوية. هنزل عليه بالصوص بتاعي وهقلبهم كويس قوي مع بعض على النار. ودي عندي الفراخ، شايفين لونها ذهبي وحلو قوي ازاي، وبجد مقرمشه جدا. اول ما هحس ان الصوص ابتدى ان هو يتقل معايا، هنزل عليه بالنودلز بتاعتي. انا كنت سلقاها ومجهزاها، شايفين الجمال. وبعد كده هنزل عليهم بالفراخ بتاعتي وهقلبهم كويس قوي، وهديهم تشويحتين على النار كده عشان بس المكونات كلها تتداخل مع بعض. وده الطبق بتاعي جهز. بجد طعمها خطير يا جماعة، ورشة سمسم بقى على الوش. شايفين الجمال، بجد طعمها خطير. الفراخ مقرمشة والمكونات كلها مع بعض خطيرة. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.